السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ده اوردر عيد ميلاد هنعمله مع بعضينا، بس قبل ما نبدأ ما تنسيش اللايك والشير والسبسكرايب. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. انا هنا معايا 3 بيضات، هحطهم كده في حلة العجان، وهحط عليهم نص كوباية سكر ومعلقة خل تكون كبيرة، ومعلقة محسن صغيرة زي ما انت ما شايفة كده، بما يعادل 30 جرام او 20 جرام، في الحدود دي، ما تزوديش اكتر من كده. هنبدأ نلفهم كده بس لفتين في العجان او بايديكي، وتحط عليهم كوباية مية، ونحط احنا المرة دي هنحط المكونات كلها على بعضها، ونحط كوبايتين دقيق. نشيل من الكوبايتين دقيق معلقتين بالظبط. الكوباية الصغيرة المعيارية دي بتديني معلقتين، هشيل بالظبط معلقتين من الدقيق، احط معلقتين من النشا زي ما انتم ما شايفين كده، ومعلقه بيكنج باودر بصغيره زي اللي انتم شايفينها برضو دي. انتوا عارفين المعلقه اللعبه بتاعتي دي انا مسميها المعلقه اللعبه. بالمعلقه العاديه بتاعتك بتحطيها بتاعت الشاي، بس بتبقى تخليها ممسوحه، وتلفيها بس بايديكي كده لفتين، وتبداي تحطيها على السرعه الاولانيه لحد ما تبدا تتجانس مع بعضيها، مده مثلا دقيقه كده ولا حاجه، وبعد كده تبداي تعلي السرعه براحتك، يكون السكر ده. تكوني مولعه الفرن ده قبل ما تعملي الخليط بتاعك، وتخليه على اعلى درجه. ده صاج 35 في 45. انا كده خلاص طلعت الايه، الخليط بقى تمام التمام. تبداي بقى تفرديه في الصاج. الميه يا جماعه المره دي انا مزوداها زي المره اللي قبل اللي فاتت، يعني قبل ما نبدا الحاجات بتاعه رمضان. اخر مره كنا عاملين مع بعض الاسبونج كنت بدات ازود الميه، فالميه كانت كوبايه الا ربع كده، حاجه بسيطه يعني، اقل من الكوبايه بحاجه بسيطه الا ربع كده كوبايه. تبداي تسويه كده زي ما انت ما شايفه، وتحطيه في الفرن من 7 ل10 دقايق بالظبط. انا عملت 2، بس انا مرضتش اعمل معاكي واحد تاني، قلت خلاص كفايه انتوا شفتوا واحد، يبقى هو ايه يعني، مش يعني مش شرط يعني، طالما انا عملت معاكم واحد خلاص هو ده هو ده، عشان بس ايه الفيديو ما يبقاش طويل. هنقلبه بقى كده زي ما انت ما شايفه، ونبدا نشيل ايه، الورقه اللي تحت منه. الورقه دي بتاعت حواوشي، تقدري تجيبيها من اي محل. وتبداي تقيسي بقى، هتاخدي التورتايه دي هنعملها مقاس 30 في 30. اه بصي يا لوزه، 30 في 30. انت بقى قصي كده بالمسطره، او لو معاكي متر لازم تقيسي. انا كانت في بقى عندي مشكله ان انا لما اقص 30 في 30 لازم البورد، بصي انا البورد بالظبط عندي 30 في 30، كنت عايزه اجيب اكبر من كده، ما كانش عندي الا اكبر من كده. فاضطريت بعد ان انا يعني بعد ما عملتها اضطريت ان انا اقص منها من على الجناب كده من على الحروف، علشان اقدر اجلسها واقدر ازينها. هتشوفي دلوقتي معايا اهو. تسلكي كده بالسكينه من الجناب، وتبداي تقلبيه وتشتغلي. شلنا الورقه بتاعته، وهتقيسي زي ما عملتي في الاولاني هتعملي في التاني. هو المفروض البورد يجي اكبر شويه، يعني دايما لما تيجي تعملي مقاس 30 في 30 تعملي تجيبي البورد اكبر عشان تعملي فيه التجليس براحتك، وتحطي التزيين براحتك، يبقى اكبر شويه. يعني ممكن تحطيه على 40 في 40، بس انا للاسف ما كانش عندي الا 30 في 30، فاضطريت ان انا بعد ما اعملها ابدا اقلل شويه حاجه بسيطه، بحيث ان هي ايه يعني تديني مساحه ان انا اعرف اجلس، لان اي تورته بتزيد 2 سم بعد التجليس بتاعها. البواقي اللي انتوا شايفينها دي هنعمل منها قباط. بصي يا لوزة، انت لما بتكوني هتعملي نص شوكولاته ونص فانيليا، بتقسميه بالنص عشان يديكي ايه، نص فانيليا ونص شوكولاته. بس بما انك هتعملي كله فانيليا فانا ما رضيتش اقصه، خليت القطعه كلها على بعضها سليمه. انت بتقصي في حاله واحده بس لما تكوني هتعملي فانيليا وشوكولاته، لكن انا عاملاها كلها فانيليا، فبالتالي مش محتاجه ان انا اقصها. تبداي بقى تعملي الكريمه دي انا عملتها كوبايه كريم شانتيه على كوبايتين ميه، بس بما ان الجو بدا يحرر فانا بدات اقلل الميه، اخليها يا اما كوبايه ونص، يا اما ايه يعني كوبايتين الا ربع في الحدود دي. والميه تبقى متلجه قوي يا بنات، ونص كوبايه سكر. وقت ما تحسي ان هي في ايدك سايله رجعيها العجان، حط لها شويه ميه ساقعين، يعني معلقتين بالظبط ساقعين، وحط لها معلقتين كريم شانتيه. لان لما بحط لها معلقتين كريم شانتيه وبتبقى خلاص بدات تدفى،
الكريم شانتيه بيدوب في وسطيها وبيتجانس وكل حاجه، بس برضو بحس ان هو سايل. لكن لما بحط لها مثلا معلقتين ميه ساقعين مع معلقتين كريم شانتيه بيبقوا هرميين، بتمسكها وبتبقى كويسه. وانتي برضو ايدك وعينك ميزان، وانتي شغاله كده هتحسي ان هي محتاجه، يعني بنفسك كده هتعمليها، مش محتاجه ان حد يقولك. اهو بص انا سويت قد ايه، يعني جزء بسيط خالص يا دوبك عشان اعرف اجلس، واللي طلع ده احنا مش هنرميه. يعني انا اديته للعميله، كان اوردر عيد ميلاد، انا اديته للعميله عملت لها كبات، والله فرحت بيه، فرحت بيه جدا. يعني مع ان هي حاجه بسيطه بس فرحت بيهم جدا. واستغليت كل الكريمه اللي عندي، انا حتى قلت لها يعني انا عندي كريمه يعني الوان احطها لك وبتاع، وقالت لي زي بعضه يعني مش هتقول لا. اهي كل اللي انت شايفاه على القرمه ديت كله هعمله بيه كبات دلوقتي. وفي عندي بقايا من اللي انا قطعته من الصاج برضو هعمله لها كبات. ننضف بقى البورد كده عشان نعرف نشتغل كويس. والله كل ما المكان بيبقى نضيف كل ما بيريح. وده السيرب. السيرب طبعا انتوا شطار وعارفينه، يا اما تحطيه على البوتاجاز ويبقى يعني تسخنيه على درجه مش عاليه قوي زي بتاع البسبوسه كده اللي هو السيرب اللي احنا عارفينه، يا اما تعملي ميه بسكر وتبداي تقلبيها وتسقي بيها. هي بتبقى كوبايه سكر على كوبايه ونص ميه. انا بصراحه بحط لها كوبايتين ميه، لان هي يعني التورت عامه بتبقى الحشوات بتاعتها كتير ومسكره، فمش محتاجه ان انت تسكريها زياده عن اللزوم، الواحد ما يتجزعش بالحاجه الحلوه. اهو تبداي تجلسي بقى كده من الجناب. اه انا عملتها بقى عشان منعا ايه لاكل الوقت، عشان التجليس بياخد وقت طويل، فانا جلستها وعملتها بالزجزاج، السكرابر الزجزاج. ودي كريمه صفرة وكريمه اللي هي الايه، هي مش انا حطيت نقطه صغيره من الاحمر، نقطه صغيره على الكريمه وقلبتها عشان تديني اللون الفاتح اللي انتوا شايفينه ده. والاصفر نفس القصه، حطيت برضو نقطه صغيره ما كترتش. وعملت كده بالقطاعه، القطاعه دي مقاس 10، عملت بيها بس علامه كده بحيث ان هي تديني ايه شكل القلب عشان امشي عليه. ممكن انا اعمله كل حاجه، بس برضو ممكن ايدي تخدعني او عينيا تخدعني ان انت تمشي كده فتيجي واحده مظبوطه واحده مش مظبوطه. فعشان الشغل يطلع معاكي بيرفكت حطي القطاعه وامشي عليها. وقبل ما تعملي اي صوره ممكن حتى بالخله ترسمي الاول وبعد كده تمشي عليها، كده احسن عشان الحاجه تطلع زي ما انت ما شايفه كده زي الفل. ربنا يحسن ما بين ايديكم ان شاء الله وما بين ايدينا. الفتره اللي هي كانت من بعد العيد ديت كان فيها خمول، الناس بقى عندها كحك وبسكوت وحاجه العيد، فكانت لسه قاعده. اما بتبدا بقى الحاجه دي تخلص بتبداوا بقى ايه تلاقوا الطلبات بقى على التورت والجاتوهات والحاجات اللي زي كده. ان شاء الله هنزل فيديوهات بالترتيب باذن الله، مش ناويه اتاخر عليكم تاني باذن الله تعالى. معلش كانت ظروف صحيه، ربنا يشفي كل مريض. بصي بقى انا عملت كده ايه اهو، وصلت بس كده زي ما انتي ما شايفه عشان اقسم ما بين الجنب ده والجنب ده، عشان في جنب هحط عليه جناش شوكولاته، والجنب التاني هحط عليه زبده اللوتس. وتبداي تحزميها من تحت كده. هي شغلها بسيط جدا جدا، ما بتاخدش وقت، ما شاء الله عليها. يعني في تورت كده يا جماعه تحسوها ان هي قرفتها سهله، وفي تورت تقعد معاكي اليوم كله، تيجي تعملي حاجه تبصي تلاقيه طلع لك حاجه تانية، تيجي تعملي حاجه تبصي تلاقي طلع لك حاجه تانية. لكن في تورت كده بسم الله ما شاء الله تعمليها ما تاخدش في ايدك ثواني. وبرده تحزميها من تحت. وهنعمل بقى وردي هنا، والناحيه التانية برده نفس القصه. وعندنا بقى عملت معاكم قبل كده اللي هو الجليز الشفاف والاحمر واللي لونه برتقاني، خدت انا منه حبه وحطيتهم في الايه في القلوب اللي انتوا شايفينها دي، هتشوفوها دلوقتي. احنا كده بس بنزين الايه الحروف تحت بالورد الاصفر. وبرده فوق هنحط 2 صغيرين كده. القمع الصغير ده شكله جميل قوي اهو. ده صوص فراوله بقى اللي هو اللي بنقول عليه الجليز. بيدي شكل جميل. والناحيه التانية برضو هنعملها كده ايه، هتبقى دي قصاد دي، بس انا جبت بالخله كده عشان افرده، لانه كان زي ما تقولي مكتل، فهو عايز يبقى شكله مفرود. وتهزيها كده بالبرد بحيث ان هي كلها تبقى ميه واحده، تبقى سايحه، مش عايزاها ايه تبقى كتل، لان انت وانت بتحطي بتلاقي كتل،
فاحنا مش عايزين الكتل دي. ما تنسوش تعليقاتكم يا كتاكيتي، عشان انتوا وحشتوني جدا والله العظيم، جدا جدا جدا. كل اخواتي وحبايبي وحشوني جدا. ما تنسوش بصوا يعني الكومنتات دي مش عايزه اقول لكم بتفرحني قد ايه. اوعوا تنسوا الكومنتات، بتبقى اكبر داعم ليا، بتفرحوني بيها وبحس ان انتوا دايما معايا. الناحيه التانية بقى هنحط الجليز بتاع المانجا او الجيلي بتاع المانجا، اي حاجه يعني، جليز، مروار، جيلي، جيلو، اهو كله تعبير واحد، كل الطرق تؤدي الى روما. بصوا بقى هنا دي زبدة اللوتس، انت كنت ممكن تفكيها شوية عن اللي انا عاملاها، ان انا جيت افردها برضو ايه غلبتني شوية. لو انا حطيت لها نقطتين زيت كانت فكت وبقت كويسة. هي هتتفرد بس خدت وقت، فانت لو عايزاها تفك اكتر من كده نقطتين زيت كمان، يعني معلقة من اللي انت بتفردي بيها بتاعت الشاي الصغيرة دي، تحطي عليها بس ايه معلقة واحدة او نص معلقة من الصغيرة دي، هتلاقيها جريت معاكي. يعني عارفه تميليها كده زي الجناش لما بنيجي نميل التورته، انا هوريها لكم دلوقتي. لما باجي اميل التورته مع الجناش بتميل بقى يمين وشمال. البتاع دي نفس القصه، زبده اللوتس دي نفس القصه، لو انت ميلتيها يمين وشمال كده بس لما تكوني حاطه لها زيت هتجري معاكي زي الجناش بالظبط. بس انا ما حطيتش بقى للاسف، بعد ما حطيتها قلت يا ريتني حطيت لها يعني معلقه زيت حتى واحده، كانت فكت وجريت معايا. بصي تهزيها كده عشان ايه تبدا تنزل، هي كده كده هتتغطى عامه، بس يعني انا بقول لك الاحسن ليكي الحاجه اللي بتمر عليا ما بتبقاش معايا صح انا بقولها لك ليه، عشان انت ما تقعيش في نفس الغلطه اللي انا وقعت فيها. اهو بصوا خلاص كده تمام التمام. هنعمل بقى الجنب التاني اهو. المروار ده مش المروار يا ربي، ده الجناش، ده جناش الشوكولاته. المروار بتحطيه بيفرد برضو معاكي بس بيبقى متكتل شويه، اللي هو الجليز اللي انا بقول عليه مروار، الجليز، فبتضطر ان انت تفرديه. انما الجناش بتاع الشوكولاته لما بتدفيه شويه بصي تميلي يمين وشمال بيجري معاكي زي العسل. اهو كده تمام. بصي الشوكولاته دي انتوا عارفينها، والبط ده احنا كنا عاملينه مع بعض قبل كده لو تفتكروا في فيديو، اللي متابعني بقى هيعرفوا كنا عاملين الاشكال دي قبل كده. بصي شكلهم جميل. هي والريش بقى دوت انا حاطاه كده، ده ريش من الشوكولاته كنت عاملاه معاكم برضو، وده بسكوت اللوتس. ما بين كل واحده واحده انا حطيت واحده. تنسيش اللايك يا لوزه، بتنسوا اللايكات يا جماعه. او نحط سبرينكل كده زي ما انتم شايفين، وانا في حته كده مش هتيجي معاكم هحط سبرينكل حوالين القلوب من بره من على الحرف كده، هحزمها كده بسبرينكل صغير كده، هتخلي شكلها ظريف، هتشوفوها دلوقتي. خلاص احنا كده زينا. كانت في بقى تورتايه تانية مطلوبه برضو، انا ايه يا دوبك جلستها وحشيتها وظبطتها وسبتها على التزيين اهي، عشان ايه نعملها مع بعضينا عشان ما تاخدش وقت برضو. دي تورتايه مقاس 20 في 15، الطول 20 والعرض 15، برضو نفس العيد ميلاد. وهبصي يا كتاكيتي بتحطي واحده بالتيب كده وتسحبيها بالمعلقه، شايفه المعلقه الصغيره دي؟ قولي لي انت ايه حكايتك يا سومه في المعالق الصغيره دي؟ جميله يا جماعه في الشغل، جميله جدا جدا جدا. دي ممكن تلاقي اللي هي بتاعه الايس كريم الصغيره اللي بتبقي مثلا ايه بتشتري ايس كريم ولا حاجه، بتلاقي المعالق دي، وبتبقى عندنا والله في التوابل برضو. وبتجيبيها كده مجموعه كده من اي محل، بتجيبي كيس كده صغير بيفضل عندك تشتغلي بيه. انا بصراحه بتعجبني قوي. وبعدين الحاجات السيمبل الصغيره دي مش هتنفع لها معلقه شاي ولا معلقه اكل من اللي احنا بناكل بيها، لازم لها حاجه صغيره زي ما انتم شايفين كده، بحيث انك لما تعرفي تسحبي تديكي السحبه صغيره، لان التورته نفسها صغيره، فما ينفعش ان انت تجيبي لها حاجه كبيره. تعملي بقى الكبير ده امتى؟ مع التورته اللي هي مقاس 30 في 30 اللي انا عملتها معاكم دي. وهنحط الجيلو هنا دلوقتي كده، ده بالمانجا، هتحطي واحده وتسيبي واحده عشان الناحيه التانية تحطي فيها فراوله. اهو بصي كده يعني واحده وواحده ما فيهاش اي صعوبه. انا هستنى رايكم في التعليقات. بصوا بقى وحشني جدا من اجازه العيد وانا مشتاقه لكم فوق الوصف، فما تنسوش التعليقات بالله عليكم، لحسن انا اقول لكم بزعل قوي لو ما لقيتش التعليقات دي، بزعل جدا، وافضل بقى قاعده زي العيال الصغيرين مستنيه التعليق الاول، اشوف مين اول حد كده هيخش ويفتكرني. من تحت بقى بتحزميها زي ما انت ما شايفه كده، وتبداي برضو بنفس المعلقه الصغيره اللي احنا عملنا بيها فوق هنعمل بيها تحت. تاخدي من تحت كده وترفعي لفوق، من تحت وترفعي لفوق،
هتديك الشكل اللي انت شايفاه ده. عايزه تسيبيها على كده تمام، هيبقى شكلها شيك ورقيقه وجميله جدا، مفيش اي مشكله. عايزه تحزميها زي ما انا ما هعملها كده برضو مفيش مشكله. انا ما حبيتش اعملها بابيض، يعني من فوق كانت ابيض، المفروض تعمليها تحت بابيض، فانا حبيت اديها اللون اللي هو الايه، ايوه اللي انتوا شايفينه دوت، اللي هو الروز الفاتح. التيب برضو كده صغنطوط ومقطقط كده زيكم، وتبداي ايه تسحبي وتشدي، يعني تضغطي كده وبعد كده تشدي، تضغطي ضغطه صغيره وتشدي. طبعا انتوا اساتذه، يعني انتوا مش محتاجين حد يعلق لكم يعني على المباراه، انتوا بسم الله ما شاء الله كلكم يعني شطار. اهو بصي بقى يا لوزه، شايفه دي؟ ده البسكوت الاوريو اللي احنا كنا عاملينه مع بعض قبل كده. ده انا كان عندي تيب زمان اهو، ده اللي انا كنت بقول لكم بقى كنت بشتغل بيه البلاستيك، رجعت لها تاني. صغنن كده جميل ومقطقط، تحطي البسكوتيه كده في الجنب وتبداي تطلعي اللي هي ايه زي عباد الشمس، انتوا عارفين اللي هي بتاعه الزهره بتاعه عباد الشمس، هتديك الشكل ده. انا بحبها جدا جدا جدا، شكلها بيبقى رايق قوي. وهنبدا نعمل لها فروع لون اخضر كده زي ما انت ما شايفه. اي رسمه بقى تيجي في دماغك وتعجبك. انا هنا ما كنتش ماشيه بالخله ولا حاجه، يعني انا ايه رسمت كده بالبركه. بس هو الافضل لو انت مش بتعرفي ترسمي يبقى ايه يعني بالخله كده احسن، عشان بس الحاجه تطلع شكلها منمق كده وجميل، ما يبقاش فيها ايه هرجله. الشغل كل لما يبقى زي ما بيقولوا على شغل على ميه بيضه بيطلع رايق وجميل وسيمبل وشكله قمه في الجمال. اهو تعملي الفروع بالكيس اللي انت شايفاه الحلواني ده. انا عندي التيب بتاعه بس كسلت بصراحه، رحت ماسكه الكيس قصاه ورحت عامله له البق الصغنن دوت وقلت اعمل بيه، ورحت ملونه الجزء ده. وخدي بالكم اللون ده الفرع بتاع الشجره بيبقى اخضر ما بيتلونش، بس ما اعرفش هي قفلت معايا بقى ان انا عايزه اعمل واحد احمر وواحد اصفر. اصل التورت دي مش قران يعني، مش هتمشي عليها بالملي، دي اختراعات وابداعات تعملي فيها اللي انت عايزاه. اهو بص كده انا زينتها كانها ايه فرع شجره ورد، كانها ورده، كانها كانت شجره، وعملت لها فروع من تحت كده، يعني ايه نطيتها شويه، ده في اعتقادي يعني. انا هستنى بقى رايكم في التعليقات وتقولوا لي رايكم ايه. اهو بصوا ده اللي اتبقى اللي احنا كنا قطعناه من التورته، عملت لها منه كبات، طلع 4، واللي انتوا شايفينه في الطبق اللي هناك ده برضو هطلع منه واعمل منه، هكمل عليهم واكمله واحطه لها في الكبات. كانت اخر الكريمه عندي والله يا جماعه. بدات بقى بصوا يعني اعمل فيها حوا عشان تكفي. انا قلت لها بقى دول زياده، بس انا كانت اخر الكريمه عندي فانا عملتهم لك. انبسطت بيهم، ما اقولكوش على رايها لما شافت التورتتين، مش عايزه اقول لك فرحت بيهم قد ايه. بتمشي بقى كده عليهم بقى بالاسباتيولا بالمعلقه. يعني بصوا احنا يعني ايه بنجيب زي ما بيقولوا بالفتافيت. يعني بصوا حتى حته كريمه صغنطوطه خالص، خلاص خلصت بقى اهو. ايه رايكم بقى يا كتاكيتي؟ يا رب تعجبكم ان شاء الله. مستنيه رايكم في التعليقات، وما تنسيش اللايك يا لوزه. اللي عجبها الفيديو ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب، وان شاء الله هننزل الفيديوهات بالترتيب باذن الله، وعود احمد زي ما بيقولوا، لان انتوا وحشتوني جدا. واللي عايزه اي حاجه تقولي في التعليقات ولا تحت امرها. ايه رايكم يا كتاكيت؟ يا رب تعجبكم ان شاء الله. واشوفكم في فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.